اللي عنده من ده كداب. ريبيرو يحقق اول انتصار ليه مع الاهلي. ريبيرو بدأ التشكيل كالتالي: في الجون شوبير، يمين هاني، شمال كريم فؤاد، قلبين دفاع ياسين مرعي، اشرف داري، خط نص ديانج بن رمضان، قدامهم زيزو، جناح يمين تريزيجيه في مركز جديد ليه، جناح شمال بن شرقي قدام محمد شريف. نبدا بالدلع. زيزو افضل لاعب في المباراه، يمكن هيكون افضل لاعب في الموسم، ده توقع شخصي، ويمكن بنسبه كبيره هياخد اللاعب. حاجه مش موجود منها في مصر، حاجه مجال زيها. بيلعب في جميع مراكز الهجوم يا جدعان. سرعه موجود، قوه بدنيه موجود، بيلعب بيمينه موجود، بيلعب بشماله موجود، بيلعب اوفرات موجود. حاجه مجال زيها. تعال اتفرج على الجون الاولاني، في ابداع يا جدعان مش طبيعي. زيزو بدأ الكرة من نص الملعب، لعب كرة جميلة أوي بالرمضان، وبالرمضان باستلامة روعة يا جدعان. استلم الكرة بلفة، ضرب طقم الدفاع بتاع فاركو، عرضية زيزو، والجون التاني للأهلي، وكان جون روعة، خاصة إن هو أول جون لزيزو مع الأهلي. طبعا فرحة الجمهور لا توصف. وطبعا مش هنتكلم عن محمد علي بن رمضان، طبعا إنه يعني الراجل الناس كلها اتكلمت عليه في فترة كأس العالم. يعني الراجل ما شاء الله، يعني بجد الراجل جاي جاهز، راجل عنده كلة أوروبية مش موجوده في مصر. انا عن نفسي انا منتظر عوده امام بشده، مع وجود محمد علي بن رمضان وامام عاشور وزيزو. احنا هنشوف دوري يا جدعان. نخش على ياسين مرعي. ياسين مرعي يا جدعان، الراجل ده بجد بجد مستقبل الاهلي في الدفاع. لو تلاحظ مثلا ريبيرو قال له هتمسك المهاجم الفلاني، الراجل مع الفلان ما بيسيبوش، سواء الراجل ده اتحرك يمين اتحرك شمال، ياسين مرعي معاه. يعني الراجل بجد بالمعنى. وميزته ان هو اساسا مدافع اشول، الموضوع ده اصلا مش موجود في مصر. يعني ممكن كمان بعدين ممكن يستخدمه، يضطر يستخدمه كباك شمال ويلعب كباك شمال. نخش على العبث. عبث محمد هاني ومصطفى شوبير. نبدا بالكابتن محمد هاني. كماتش هجومي عامل ماتش حلو، عمل تمريرتين، واحده لمحمد شريف الجون الاولاني، عمل تمريره روعه سرول جراديشار، خلى الراجل مع الجول. انا ما عنديش اعتراض خالص على محمد هاني في الباصات بتاعته. عنده دقه تمرير 95%، 42 تمريره من اصل 44، 42 تمريره صح. فالراجل بيبص ما شاء الله كويس. خش بقى على الحته الدفاعيه. فرضا اللاعب معاه الكوره وجاي ناحيه محمد هاني. محمد هاني اول ما تشوف محمد هاني ايدك على قلبك، هوب هوب، اصل هيعدي. يعني بنسبه 70% هيعدي. ده محمد هاني في الدفاع، او بقى كده في الدفاع، ما كانش كده زمان على فكره. الحركه اللي هو عملها مع شوبير حركه غريبه قوي. هو كان بيحاول يهديها له بدماغه عشان شوبير يعرف يمسكها، بس غلط. مش كده، مش هنا، مش في وسط الناس دي كلها. محمد هاني دلوقتي قصه دفاعيه وحشه جدا جدا جدا. هو يمكن اللي مخليه يلعب شويه ان عمر كمال مش موجود. يمكن عمر كمال لما يرجع محمد هاني يقعد، ويمكن محمد هاني على ما عمر كمال يرجع يثبت نفسه، ونكون مش محتاجين عمر كمال. شوبير ومشاكل شوبير يا جدعان. من اول ماتش لعب فيه مع الاهلي، اول ماتش حد تابعه، شوبير برضو تصد كوره، نقدر نقول نفس الفكره. بيصد الكوره لو ما مسكهاش بيرجعها تاني في منطقه ال 18. طب انت لما ترجعها في منطقه ال 18 انت وش معرض للخطر ويدخل فيك جون، وبيعملها كتير وحصلت فيه كذا مره. واللاعب يعني حارس كويس، احنا مش هنقدر نلعب عليه الشناوي. خلاص الشناوي دلوقتي كبر. حرفيا حركه الشناوي بقت بطيئه نسبيا بالنسبه للشناوي بتاع زمان. فدلوقتي احنا محتاجين شوبير، والراجل بيلعب بيمينه وبشماله وجميل وكل حاجه. ما ينفعش نقطه ان انت كره تجيلك ترجعها في نقطه 18 كحارس بعد الكره عن منطقه ال 18 خالص، خاصه في الزحمه اللي انت فيها دي. انت ماشي كنت عايز تمسكها، بس ما ينفعش طلع في الاوت. اي مدافع بيحاول يطلع في الاوت لما الكره تقرب على الركنيه، ما بيعملش اللي انت عملته ده. واللاعب فعلا اعترف بغلطه. يعني في مصادر من النادي الاهلي اكدت ان اللاعب جه في الاوضه بتاعت اللبس قال انا كنت غلطان وانا اتحمل مسؤوليه الجون كامله. وده احترام. يعني انا احترم اللاعب اللي زي كده ان هو معترف بغلطه، وده خليه يطور من نفسه. ندخل على ديانج. ديانج يا جدعان نزل الماتش مشتت بطريقه مرعبه. هو اتوقع بسبب قصه العرض السعودي اللي جاي له، وهنتكلم فيها دلوقتي. ديانج ما كانش في الماتش. مش ده ديانج اللي احنا شفناه في كاس العالم. خلينا نقول اهو من قريب، بلاش نقول من بعيد. مش ده ديانج اللي احنا شفناه في المطوشه بتاعت كاس العالم. اللاعب نزل، ايه اللي حصل؟ اللاعب يا جدعان بدأ في التشكيله الاساسيه عشان طبعا الكلام اللي هو فضل يتقال عليه يعني ان هو يمشي وكده. اللاعب بساطه ثلاث ارباعها غلط. يعني الراجل حتى التدخلات بتاعته غريبه، مشتت مش عارف يعمل ايه. وريبيرو ضاغط عليه. يعني ريبيرو ضاغط عليه مخليه مش مبين له اذا كان هو هيلعب ولا مش هيلعب. عشان عامة ديانج لو ما لعبش بنسبة 90% هيمشي. جاله عرض من اليوم السعودي 3.5 للأهلي، واللاعب ياخد 4 مليون دولار في السنة. الرقم يخليه يمشي دلوقتي. فهو منتظر يشوف ريبيرو هيتعامل معاه ازاي. ريبيرو والله هيستخدمني في التشكيلة الأساسية هفضل، ما استخدمنيش أنا عندي العرض وممكن أمشي دلوقتي، ما عنديش مشكلة. فديانج لازم يفك من التشتيت. هو طبيعي عشان أي لاعب بيجيله أي عقد بيفضل كده في الحال ده، اللي هو مش عارف يفضل يقعد
عقله بيكون مشتت، وغير كده هو اصلا مش ضامن هو يفضل اساسي ولا لا. فده برضو حاجه مخلينا متشتت جامد قوي. محمد هاني ممكن ليها حل ثالث بعيدا عن عمر كمال. كريم فؤاد لاعب جوكر، لاعب جوكر بالمعنى، بيلعب في جميع المراكز. ممكن كريم فؤاد يلعب جناح يمين، وحصلت زمان قبل كده مع كولر ومع موسيماني، ويلاعب محمد شاكر شمال، الراجل اللي انت جايبه باك شمال عشان يعوض عليه معلول. فبنسبه كبيره انا شايف ان ده افضل حل بالنسبه لنقطه الباكات. ده افضل حل بجد. كريم فؤاد ما شاء الله يعني لاعب قوي جدا يعني، ربنا بس يحميه من الاصابات. اللاعب فعلا بيلعب في كل الاماكن وبيأدي اللي عليه. انا شايف عن نفسي كريم فؤاد يمين، محمد شكري شمال، قلبين الدفاع زي ما هما طالما ياسر مش موجود. ياسر ابراهيم رجع، اشرف داري هيركن على الدكه. نيجي بقى على خط النص. لو امام رجع، في دلوقتي في مشكله ايه هي؟ تريزيجيه ممكن يقعد دكه وهيعتمد على بن شرقي، وده اللي هيتحدد خلال يعني الفتره دي. بن شرقي وتريزيجيه هيكون في منافسه على المركز مع رجوع امام عاشور، لان امام عاشور هيلعب مكان اللي زيزو كان لاعب فيه الماتش اللي فات، اللي هو قدام خطين النص. زيزو يمين، مين شمال؟ قدامك تريزيجيه وقدامك بن شرقي. طبعا اللي هيبين كده اداء اللعيبه في الملعب، وكل لاعب لازم يطلع كل اللي عنده عشان يثبت ان ده مركزي وانا الاساسي فيه. ومع عوده امام احب اقول ان الاهلي مش هيكون ليه مثيل، واستنونا في حلقات جديده.